السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبدأ اللي بعد كده اللي هو اسمه انترفيس سيجريجيشن. المبدأ ده مبدأ يعني من أسهل المبادئ اللي موجودة في الخمس مبادئ. بيقول لك إيه؟ والله لو أنت عندك كلاسز والكلاس دي بتعمل امبلمنتيشن لانترفيس معينة، ما تجبرش الكلاسز دي إن تعمل امبلمنتيشن لفانكشنز هي مش عايزاها. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك إن الكلاينتس shouldn't be forced to depend on methods they don't use. يعني ايه؟ يعني ايه باختصار؟ تعال بس نشوف الكود ده. انا مثلا عندي يوزر اكشن، عندي انترفيس اسمها يوزر اكشن وفيها اكشنز زي الفيو والاديت والديليت والكرييت. الطبيعي اي امبلمنتيشن، اي كلاس هيعمل امبلمنت الانترفيس دي، هيعمل امبلمنتيشن، هيبدا يعبي الفانكشنز دي. فالفيور مثلا ايه خد ايه؟ عمل فيو. طبعا هو الفيور المفروض يعمل فيو بس للكونتنت، خلاص عمل امبلمنتيشن. طب الاديت، هل من حق الفيور يعمل اديت؟ لا، يبقى خلاص اديله اكسبشن. طب هل من حقه ان هو يعمل ديليت؟ لا. طب هل من حقه يعمل كرييت؟ لا. فانت كده اجبرت الفيور يعمل يعمل امبلمنتيشن لكل الفانكشنز اللي موجوده في الانترفيس. كده انت اجبرته، كده هو ده الفورس اللي كده اجبرته. ده غلط. هترد عليها تقول لي يا باشمهندس طب ما احنا ممكن نعمل كده، يعني احنا ممكن نحذف كده، انا كده ما اجبرتوش. هو فعلا لو انت مستخدم انترفيس هيديك ايرور لان ما ينفعش. لازم تعمل امبلمنتيشن كل الفانكشنز. تمام، خلاص يا محمد انا هعمل كلاس، مش هعمل ايه؟ هعمل كلاس كده. انت ده مش مجبر. طبعا هو مديني ايرور هنا اللي انت لازم ده كلاس عادي، فبالتالي لازم تعمل له ايه؟ تديله كل فانكشن ليها مين؟ الامبلمنتيشن بتاعها. تمام دي كده الامبلمنتيشن. اوكي، ده مشكله؟ لا مفيش مشاكل. هل انا اعترض؟ لا ما اعترضش. اما لو معترض عليه دلوقتي معترض على كلمه امبلمنت فور اكستند. تمام محمد، هو في مشكله هنا؟ ما فيش اي مشاكل. بس هنا لما اجي مثلا اعمل لما مثلا اعمل فيور فيور مثلا بيساوي نيو طبعا فيور. فبالتالي هنا في الحاله دي الاوبجكت اللي هو اسمه فيور خد كل الميثودز اللي موجوده هنا، خدهم كلهم. انت كده خليته ياخد. خد بالك هو مش نعم هو مش هينفذ، يعني هو مش هيطبع اي حاجه هنا، ولكن هنا يعني انت كده مثلا تعال نشوف مثلا الفيور. تعالى مثلا نعمل ايه؟ فيور مثلا الفانكشن اللي هي اسمها فيو. اوكي، هنا كده هتطبع الجمله دي، مفيش اي مشاكل، عادي زي فعلا طبعتها. اوكي، تعال نشوفها تاني كده. فعلا طبع ايه؟ طبع المحتوى. اوكي، طب انا مثلا في فانكشن ثانيه، في فانكشن الثانيه اسمها ديليت مثلا. فتعال نشوف كده. هو بالفعل خد بالك يعني هو طبعها، هو ما اداش ايرور، ودي كارثه. يعني مثلا تعالى مثلا نشوف هنا كده في ادي ديليت، ادي مثلا ديليت. فهنا مثلا ديليتنج مثلا كنت مثلا، فانا بالتالي هنا عملت ايه؟ نفذ الاولى ونفذ الثانيه برضه، نفذ الاثنين مع بعضهم. فدي كارثه، ده غلط. انت كده اجبرته ان هو يعمل امبلمنتيشن. طب انا محمد ممكن اجي هنا كده اقول له مثلا بابليك فانكشن كده في الديليت مثلا اعمل مثلا ديليت هنا، واقول له مثلا ثرو اكسبشن مش فاهم في ايه. ثرو مثلا اكسبشن، ادي الاكسبشن اللي مثلا كانت مثلا ايا كان يعني مثلا ايرور مثلا. اللي حصل هنا او ثرو نيو اكسبشن، مش فاكر والله بالظبط. تمام، ففي الديليت هنا الفيور عندنا لما تيجي تشوف الفانكشن اللي هي
ليه هديك اكسبشن. ليه اكسبشن؟ لان انت هنا هي فعلا هو ما نفذش الفانكشن دي تمام، بس هنا لما جه شاف الفانكشن دي عمل ايه؟ عمل اداك اكسبشن يعني. فده كده انت اجبرته ان هو يعمل امبلمنتيشن لفانكشن ايا كان الامبلمنتيشن بتاعها هو اصلا مش عايزها. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا مثلا تعال الحل. انا مثلا هو الخصائص بتاعتي ايه؟ الفيو والاديت والديليت والكرييت. فانا اعمل كل خاصيه عندي كان فيو انترفيس. ابدا اقسم السيستم المعقد ده، ابدا اقسمه لانترفيس صغيره. طبعا انترفيس اسمها كان فيو. هل اليوزر ده يقدر يعمل فيو او ديليت او اديت او كرييت. فكده يعني ده كده الفانكشنز اللي السيستم بينفذها يعني، او اللي بيتاحها للمستخدمين. انا عندي كاجوال يوزر اللي هو اليوزر العادي، يوزر عادي خالص. فالمفروض ده كده يوزر انت عايزه يعمل ايه؟ هيعمل امبلمنت لمين؟ للفيو. هيعمل امبلمنت لمين؟ للفيو بس. فهنا لما تيجي تشوف اوبجكت، فلما تشوف فلما تيجي تشوف مثلا اليوزر ده لما تاخد منه اوبجكت هتلاقيه يعني مثلا هنا كده عندي مثلا يوزر. فاليوزر ده مثلا نيو مثلا يوزر. فلما تيجي تشوف فانكشنز اللي عنده هتلاقيها فيو بس. فين الديليت؟ فين الكلام ده كله؟ مش هتلاقي خلاص. ليه؟ لان انت ده مفيش فانكشن واحده بس. طب الادمن، انت مثلا لما تيجي مثلا تعمل ادمن، تعال مثلا نشوف هنا كده. تعال مثلا ادي كده الادمن. فهنا برضو ادمن تمام. الادمن عنده ايه؟ الادمن عنده فيو وعنده اديت. فهنا هتشوف، تعالى مثلا شوف الادمن. هتلاقي عنده الفيو والاديت. وفي ايه؟ انا عامل اوبجكت طبعا من الادمن. اوكي. فهنا لما اشوف الاوبجكت ده هلاقيه عندي فيو وعندي اديت. فيو ايه؟ واديت. تعالى كده اوكي. فانا كده السيستم بتاعك على حسب انت بقى، على حسب انت ما انت عايز تعمل ايه. انت عايز تعمل ايه؟ فانا يعني انت كيوزر عادي خلاص انا عايز تعمل فيو بس خلاص اعمل فيو بس. طب انا مثلا عندي ادمن، الادمن ده مثلا بيعمل ايه؟ بيكان فيو بيكان ديليت. طب انا عايز اديله مثلا فيتشر ثاني مثلا بيكان مثلا كان يعمل كان مثلا انا عندي كان فيو وكان ديليت وكان ديليت مثلا. انا عايز اخليه يقدر يحذف مثلا. فبالتالي انا مثلا لما اشوف الفانكشنز اللي بقت متاحه للادمن بقت ايه؟ بقت edit وفيو وديليت. بس هنا وديليت برضو. في implement كان ديليت. عندي admin وهنا admin وهنا كده. هو مش راضي يظهر ليه؟ تعال نشوف كده. كان ديليت. فين ديليت اهي. الفانكشن دي اسمها ديليت. والفانكشن دي اسمها edit. تمام. والفانكشن دي اسمها فيو. ودي كده الفانكشن دي اسمها ايه؟ كرييت. معلش فيها حاجه غلط. تمام. وعندي الفانكشن دي طبعا ايه اوكي. فانا لما تيجي تشوف هنا كده مثلا في الادمن هتلاقي ان هو عنده ديليت وعنده اديت وعنده فيو. عادي يقدر يعدل عادي، بيقدر يشوف ويقدر يعمل اديت ويقدر يعمل ديليت. فدي فكره ايه؟ فكره ان انت لما يكون عندك انترفيس كبير فيه كل فانكشنز وبتجبر مين؟ الكلاس الثانيه انهم يعملوا كل الامبلمنتيشنز للفانكشنز اللي عندك. فبلاش تعمل كده. امال ايه؟ بقسم لسيستم سب سيستم يعني لسيستم صغيره، وابدا اشوف الادمن محتاج ايه واديه له، اليوزر محتاج ايه واديه له. ده مبدا اسمه الانترفيس سيجريشن. وبالمناسبه ده معتمد برضو عليه كتير من الفريم وركس. مش عارف برضو في مثال تاني هنا ولا ايه، ولا هو كفايه المثال ده؟ كفايه المثال اللي احنا خدناه.